ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودلوقتي ميعادنا مع المسابقة الثالثة. المسابقة الثالثة اسمها مين أروش أم؟ مين أروش أم ناو؟ نفك بقى كده نسيب الوقار ده خالص عشان مش هينفع في الفقرة دي. احنا لما بنخش انستجرام بنشوف صور، صح؟ بنشوف برضو فيديوهات لشباب بيعملوا ليبسينج او بيفتحوا شفايفهم ويقفلوها كده على اغاني مشهورة، على مقاطع مشهورة من افلام، على افيهات معينة. مطلوب منكم ان انتوا تعملوا فيديوهات زي دي. كل واحدة بقى كان عندها حلم ان هي تبقى نجمة، مطربة، ممثلة، تطلع كل المواهب المدفونة في دهاليز المعادي. واخدة بالك يا ماما نادية؟ وتعمل لنا فيديو حلو كده. اللي هتعمل احلى فيديو هتاخد اعلى تصويت، لان الجمهور هو اللي هيصوت، مش احنا اللي هنديكوا الدرجات. خلاص؟ هنروح الباك ستيج ومين اروش ام؟ اقوى ام في مصر. شوفي بالحب هتاخدي يا عيني، هلاقيكي وهتلاقيني، بالحب هتاخدي يا عيني، هلاقيكي وهتلاقيني. اقوى ام في مصر. الاغنيه اللي المامهات عملوا عليها الفيديو اغنيه شوفي للفنان الجميل هشام عباس. اول فيديو معانا وماما ناديه وابنها احمد. شوفي بالحب هتاخدي يا عيني، هلاقيكي وهتلاقيني، بالحب هتاخدي يا عيني، هلاقيكي وهتلاقيني. الله حلو قوي. برافو ماما ناديه. لا فنانه شامله ومدير عام وحاجات كتير قوي 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 قوي، مالتي تاسك ما شاء الله. نشوف الفيديو بتاع ماما صفاء. شوفي بالحب هتاخدي يا عيني، هلاقيكي وهتلاقيني، بالحب هتاخدي يا عيني، هلاقيكي وهتلاقيني. هتلاقيه في الجاكيت. كان بيدور فين؟ في قلبي. شفت خليتها رومانسيه في لحظه، بيدور في قلبي. قمر يا ماما صفاء. نشوف الفيديو بتاع ماما عزه. شوفي بالحب هتاخدي يا عيني، هلاقيكي وهتلاقيني، بالحب هتاخدي يا عيني، هلاقيكي وهتلاقيني. اوه عجبتني البرويتا. برويتا رقصه واقفلها ببرويتا على طول، بس عصبي حتى في رقصه. مصطفى شدي عليه شويه مش هينفع كده. شده ما تخافش. يلا يا اولاد، اللي عايز ماما ناديه هيدوس على رقم 1، اللي عايز ماما صفاء هيدوس على رقم 2، واللي عايز زوزه هيدوس على رقم 3. النتيجة طلعت يا بنات. الروح الرياضية، محدش يزعل. طبعا كلنا بذلنا مجهود وعملنا برويتا. محدش يزعل. لا اطلاقا. ماما نادية 12% وجمعت 5 نقط، نحياكي حاجة كبيرة قوي. ماما صفاء 56% جمعت 20 نقطة. واضح ان التدوير جاب نتيجة. اكيد ما شاء الله. دور عليهم. زوزة 10 نقط 32%. كلنا كسبانين وكلنا خدنا نقط، وهنعوض في اللي جاي ان شاء الله. ودلوقتي ميعادنا مع المسابقة الرابعة وعجناك وخبزاك. عجناك وخبزاك ليه بقى اسمها كده؟ عشان المسابقة دي هنعرف انت عجنة ابنك وخبزاه فعلا ولا لا. فأساه زي البيضة كده وزي الكتكوت المبلول لما بيطلع من البيضة ولا لا. عارفة كل حاجة، واخدين بالكم عشان انتوا ايه 3 ولاد، كل حاجة هو بيعملها ولا لا. احنا سألناهم شوية أسئلة، هم جاوبوا إجابات محددة. المطلوب منكم ان انتوا تجاوبوا نفس الإجابات بالظبط. عجناك وخبزاك بس بعد الفاصل.